الحب والله لا يهينك يا عين اخوك، يا اطلق فنان يا شيخ، لبى والله عينك. عايض حي عايض. شكرا. I love you too. شكرا. اسمع الشهري. شكرا. اللي حفورتي. حي والله عينك. شكرا لكل الداعمين. تكفون ضيفوا العيال اللي عندي. تكفون تكفون. I love you والله ما قصرتوا. كلكم ما قصرتوا يا عيال. تكفون ضيفوا اللي عندي واللي عنده يستاهلون. تحدي حماس والله. خرجنا الناس خرجت الناس يا اخوات هذا مو بحنا، هذا مو بحنا. الله يسعد. تستاهل. مبروك 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 حبيب قلبي والله حبيب قلبي. من بعدك اخوي الكبير، من بعدك طبعا. لا والله تستاهل حبيب قلبي سعود. حقي وحقوقي حقي. معليش سعود معليش، اسف مو بيدي لكن شو اسوي؟ السكور يروع. يقول سعود قفلنا ما لف اليوم، ما عنده مستوى الان، تعالوا وينكم ادري ايش. يقول لنا يبي فاطر لكن الفاطر في الجولة ما الله يسعدكم. شكرا على الراب هذا، تعبت عليه يمكن لي سنين وانا احفظه. حبيبي الله يسعدك سعود. جولة كانت قوية، جولة كانت فخمة. انت فوزك علينا من مثل العيد من سنة لسنة. لا الله يسعدك. انت تعرفني انا مين؟ انا اخذكم رايح جاي. معليش اذا كان عندي شيء رنولتي والله لا تحلموا بالفوز حتى وانعم باللي عندك، لكن اسف. This is not my prestige. صعود. Oh my god. Listen to me. Listen to me bro. الحكم تقولون احد اللي عندي سامح، ما لي دخل. مكبسين دعم ماني مسامح ولا برضى بعذر ولا بسامح ولا بخضع ولو مليون توبة، ولو طال الاسف ما راح اسامح. الحكم الاول. عطنا حق. ابيك يا سعود القحطاني تقول عندي انا بطني عورني، انا شيكت عليك في البيت، طلع كذاب وما فيه الا العافيه، سويت تحليل شامل. الحكم الاول. يعني الفضفضه اللي انا افضفضك اياها تروح. اسف السلاح ضدك، انا قايل لك لا تفضفض لي لان انا كنت جاهز لهاللحظه. الله يسعدك. الحكم الاول. تستاهل اخوي نيف الصغير، تستاهل اكثر. حبيب قلبي حبيبي. الكلام هذا ما اسمع الا بعد الجوله. تستاهل للامانه. حياتي يا بخت متابعينك فيك جدا. يا فرحتك واضح فرحان لي. واضح الفرحه فرحان واضح. واو مره. شكرا يا بزر. عجل احكم. طيب دقيقه 1 مينت بس سمحت. ابيك يا سعود شاور كامل قدام البث لمده جوله كامله. الحكم الثاني. انت توك صح من النوم ما اشوفك تروش الصراحه. الحكم كويس الثاني. بيني وبينك طيب اوكي خلينا ناخذ خلينا اتكلم. انا ما عندي اطبق احكام وامشي ترى، ما عشان ما تقول لي والله انت عقدتني ما ادري وين علمتك. خلاص نبيك تجيب جاك فاضي وجاك في زيت نصه ثابته فوق راسك. اسمعني و20 مره كذا يدك فوق تصب هذا يطيح في الجك الفاضي، بعدين تشيل الجك الفاضي وتسوي 20 مره. الحكم الثالث. بسرعه. الحكم اوكي نوت بروبلم برو. اوكي راح يجيك. الحكم الثالث. لا عيال ارقص مصري ايش؟ عيب يا اخي. المهم شفت ما دخل. الحكم الثالث نبيك تجيب معجون. لا ما عندي خرابيط معجون، شيء بسيط. نبيك تجيب 5 حبات فلفل. 5. طيب صل على النبي. اللهم صل على النبي. أيوة. اتروش كم دقيقه؟ لمده جوله كامله 5 دقائق. ترى جوله كامله بنحضر والله بنحضر. وتخيل وين يروحون ربعي تدري. والله ما تنحضر. والله بنحضر. والله ما تنحضر. حط الكاميرا وحط على وجهك والمويه تنزل. ابي وجهك كله ما بنحضر. اي بس 5 دقائق مو معقول. انت تحسني ذاك اللي يبث اللي يقول انا سمكه مهبول انت. انا حسب انك هو. اسف. المهم لا يقطع السماعه. لا انا سمكة العالم. معلش ما راح اخفف سكور 1,600,000. نفذ. انا متحمس لهذاك بثه المربعانيه بشوفه بيقول انا سمكه ولا
نفذ. طيب ايش تصير سمكة العالم؟ طيب. سمكة طيب دقيقة الحكم حبيبي. الترواش الحكم الاول ما تروح. تروش الين تمتلي ملابسي بطلع. شو رأيك؟ لا حبيبي ما بكذا، ابي مدة يمكن 5 دقائق. تروش يا اخي، سكور 1,600,000 يا اخي. نفذ. انا انفذ لك والله حبيب قلبي. يلا سعود حياتي يلا. والحكم الثالث ترى معي قيلون يعني ما والله كلا ما عندنا قيلون ولا غيره. والله عندي انتفاخات في المعدة. عندك خلاص يعني نفذ الحكم الاول. اي بس 5 دقائق بيجيني حظر والله، ترى بيجيني حظر انا عادي اطبق. والله بيجيني حظر ترى انا اعلمك، والله بيجيني حظر. خلاص يلا 3 دقائق يا اخي خلها لين يمتلي ملابسي وبعيد معك التحدي وعلي الطلاق. ذم علي الطلاق ما تروح بها والله ما نفذ حكمي. قلت لك 3 دقائق احمد ربك. تتروش قدامنا 3 دقائق والعب معك جوله. يلا نفذ. غير كذا ما عندك يمين يا سعود. نقطة رفعت المعاملة. آسف رفعناها، ما عاد في أمل أنها ترجع. مختمة وموقعة. 3 دقائق 4 دقائق. لا تخليني أزودها، لا تطولها معي. لا 4:30. انت راح تندم. لا ما راح أندم. نفذ. اخر كلام ديسكوم حق رمضان وحق ذي كم اخر كلام. انا ترى طبعي كذا شبكه اخر كلام. اذا بتستعمل كود راح نساعدك شوي. طيب دخلت الكود حق نيف. اوكي متابعين احلى متابعين وجمهورهم. متابعين احلى متابعين الجمهور. ايوه كم الحين؟ خلاص اذا على متابعينك وجمهورك بشوف كم الخصم. بشوف ابيها 2:99 ثانيه. يلا ها. وعلشان الشهري لا تحلف كم؟ لا تحلف. دخلت الكود حق الشهري. اوه الكود الشهري ما سوينا كود الشهري اصلا. هو ملك البراند كبرى. نفذ. يعني ما له شيء. نفذ. ما عيوني لها الشهري بس. نفذ. يلا سعود لا تتلكع. يلا بيبي يلا حياته يلا. في ناس قالوا لي بعد كود كادي برضه. شوف في هذا 1,600,000 والله لا في لا كود ولا غيره والمشروع تقفل وصار في خسارة في الموضوع. قم نفذ. طيب اسمع يحسبوني بنحني وبضعف لكن ما يعرفون ليس كل مدري ايش. يلا ما نخفف. لو اني كملت نومتي ما كشفت الرسول. اشوف قرب. هاي نبي نشوف. قرب نبي نشوف هو صد من جدة يعني جميع الخرا اللي جاء ما سده. ما انا عارف بخليه ينفذ. ما راح معليش اسف. احنا ما نقفل ملفات يا عيال والله ما عندهم مستويات خلاص. والله تيك توك خلاص كل ما افتح بث الساعه 1 الساعه 2 ما اشوف في احد عنده مستوى. اسف يعني كل التبات انا ما في احد عنده مستوى يا عيال والله اوفر. والمشكله يتجمعون ضدنا كل العالم يتجمعون ضدنا لا يقدرون لا على الشهري ولا على نولتي. اوفر صار خلاص. شوفوا لنا برنامج ثاني يا اخوان والله. اسف اكسكيوز مي يعني من حكي هايط. الوضع خرج عن السيطره. ام سو سوري والله ما في ريلاكس. جيبوا لي احد يا عيال، جيبوا لي احد عنده مستوى، جيبوا ناس تلعب تحسس انه في جوله من جد. قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. فاتكم عندنا واحد في الديره يرقص زي كذا براسه مسوي صار جو البارتيات. لازم يعطيها النزله ذي اللي كذا عرفتوا اللي كذا. واللي شفناه في حفله عايض وحفله مدري ايش الشباب واحد ترقص زي كذا يدها فوق كذا تسوي. كنا من الجاري هذول نشوف في افلام التركيه. حبيبي ما والله ما انفذ الحكم لانه قدامي. انا اقول لكم الحين
حبيبي قرب الجوال لو سمحت، قرب ما الجوال اقدر نشوف. ادخل ضيق دورة المياه الله يكرمكم. حبيبي ما قدر ندخلهم جوا، خلهم عند المغسله كذا نشوف، نبي نشوف. يكرمون انا يا بس اخي ما اقدر والله. يكرمون، ما قلنا شيء ويا لبه متابعينك، بس قرب. ما اقول لك حطها على الفرنجي كرامه، قول حطها على الطشاش. انا شيكت على يا حمامكم اخوي ما عندي ممسك للطشاش، انت خبل انت. يا حبيبي. حطها على الجنب في الزاويه، انا اسويها مرات تحطه في الجنب على الزاويه. يكفي يا رجال انت. يا حياة والله يا رجال ما يكفي، والله ما يكفي، والله ما يكفي سعود، هذا الطلقه هي يكفي يا ولد انت واحد. والله ما يكفي، والله ما يكفي، والله انا اعرف ما يكفي. يا انا اخي من شوف انا عشان ما يجيني حظر يا مسلم، انت خبل. انا ترى بيطيرون حساب. حبيبي هي جت على ذي، انا من شفت حاطين شبكه واي فاي جوه الحمام وانا غاسل يدي. قرب اسف قرب. اسمعني خلنا نشوف يا سعود، نبي نشوف، المتعب ان احنا انا نشوف. اتكلم معك، اسمعني اتكلم معك. انا مبعد شوي علشان اقدر اخذ راحتي، وبعد عشان ما ودي اطلع خلاص عندي حل، عندي حل. طيب عندي حل، ابيك تشيل الجوال بس على وجهك والمويه تنزل، بس بسيط. ما هو على كذا. انت عرفت شلون؟ ممسك الجوال وبعدين يطيرون حسابي يا غبي. والله عندك ما شاء الله ذاك المشرف الكوري اللي خليته حتى يعرف اغنيه حد نظر بيشيله. يلا حبيبي يلا يا اخي بيطيرونه. ما عليه ما عليه، والله ما يطير، والله انت طير راجل. ترى 3 دقائق مو بسيطه على الطلاق. يا حبيبي حطه على وجهك. اي نيف على الطلاق لو اعيد معك انه اشيل شعرك والله انه خليك تطبق مع الريقي. اوكي طبق عشان تشيل شعري اذا قدرت. يلا والله العظيم انه اشيله وعينك تشوف والله. طيب طبق عشان انا بعدين العب معك. اسمعني حكم. ها حبيبي نفذ. من بعيد. شيل الجو. بتشوف نفسي غرقانه. انت تشوف كل شيء غرقان. ما ابغى اشوف الماي تنزل عليك الان. نفذ، كل العالم تنفذ هذا الحكم. نفذ الان سعود، لا تتلكع معي. يلا سعود يلا، والله لو انا مكانك وسكورك من اسمي والله لا ادخل الحمام. انا ينزل لي فوق المليونين ما اسوي مثلك. حبيبي انا ما امثل، انت امثل نفسي انا معليش. يلا نفذ. انا اسف سعود لكن نفذ والله. عيال انا تدري شلون؟ انا عشان ما يجيني حظ والله بيطيرون حسابي. والله ما تنحضر، والله 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 ما تنحضر. ها حلفت، وين حضرك فك لك. يلا مدة 3 دقائق الله يسعدك. اول شيء ابغى اشوفك تنفذ، معليش جولة تنفيذ حكم، اسف يعني. يلا لا انا عايز انفذ. لا اقول ابو محمد، سم طال عمرك. جايك قعود انت ولا شو وضعك؟ الله يخليك ويجعل والديك في الجنه. الشيخ فرحان ابو محمد ما شاء الله تبارك الله، رجل يقوم الليل، مصلي، عابد، زاهد، لا اله الا الله. من هو يا ياسر؟ ابو محمد سعود القحطاني. الله شوف وجهه منور. الله يوفقه، الله يوفقه ويعيننا على انفسنا جميعا. الذكر كيف، شوف كيف هدى جاهد. بالله هذا شكل واحد يقوم الليل ما صلى العشاء فكان ما قام الليل. نعم الله. شوف ابن عمي ابن عمي ابو محمد بزعله بري حالي يا ابن عمي. بري حالي بزعله ابن عمه بحديث. يا عمرك طويل يا رجال. وافي ومجمل وافي ومجمل وافي ومجمل يا ابو حمد. وافي ومجمل. انا طلق لو اني عندك انا حب خشمك. انت معي ولا لا؟ حي والله عينك. هذا يصلي الليلة، هذا زين يصلي العشاء. انا ابيك تصير عون وصرت فرعون يا خنزه. خير الحرشه يا ابو راكان. تكفى يا ابو راكان، عز الله عنك طعنتني يا رفيقك. والله لا من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات يعني الفاتحة منها تعتبر إن شاء الله. طيب بالله يا شباب، بالله بطلب طلب يا ابو، اسمحوا لي. اسلم خذ راحتك وانا اخوك. ابي سعود ينصحنا نصيحه. اي والله والله ودي يعتبر نفسه انه يعني رجل دين وملتزم، خليه ينصحنا، خلينا نشوف. اسلم. الله ينشبك ويسلح. طلع. الله خربها سعود، الله يهديك. لا انك تامر عليه. لا عاد تضرب ولا شيء.
حطيتني في موقف اني يا رجال حرجين قدام بني عمي وقدام، ولكن بنصحكم. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. اول شيء صلوا على النبي. ابو محمد امنعنا، تكفى يا ابو محمد. يا ابو سعد هبها شحمه، خلنا اقول له نصيحه. والله كله من الشعير. الشعير لعب فيه من يدي ابو ركان بس لا دايم سنابه حلو. الكيكه شعير برسيم البل ما تاكل شعير جايك السله. شعير اقعد خل اخ محمد صوت. شعير يحس احنا في التوك، احنا في تحدي ما صل على النبي. العلم ما في الا سلامه. بعطيكم النصيحه اللي ان شاء الله راح يكتب اجري واجركم ان شاء الله ويرحم والديكم. امين. لا تفكون الصدقه ذي مره يا الرجال اللي يتصدق اليوم واللي درهمه واجد. تكبير. اي والله. كان ابو حامد قام يحك راسه شكله. لا اسلم الله يسلمك. واللي عندهم اراضي كبار يتصدقون والله ما يدري واحد متى خاتمته. انت معي ولا؟ الواحد ما يدري وشو خاتمته، والله ما تدري. ارحب يا مهنا ارحب. طيب الله لا يهينك. اسمع بهذه المناسبه يا رجال انا شفت الاسد وراحت النصيحه. اصبر ارحب يا ابو عتب، جعل عمرك طويل. ابو محمد ثمرة النصيحة جاء. جزاك الله خير. اقول الله يجعل عمرك طويل. ليت والله من المشايخ اثنين منك كان والله نحن امورنا طيبه كلها. انت معي في الصدقه لا تفك الصدقه بينك وبين نفسك. الصدقه جعل عمرك طويل. انت معي؟ تكبير. اي والله الصدقه الواحد يتصدق حتى لو ان والديه راحوا الله يرحمهم يتصدق لهم ويوصل فيهم، ما بيقول خلاص ماتوا خلاص، لا يقول معليش يا ابو سعد انت وابو حمد، يقول يعني اذا مات ابوه وامه يقول الله يرحمه. الله ربي يرحمهم. ابو مالك طبعا ترى يشتحن دايم، لا شافني اتكلم في الموضوع قال الله ياخذ عقلك، كنت ايش خلاك تطري الامور، خلني اخلص عندهم. طيب فيقول انها راح اجعله ولد صالحا. معلش كمل ابو سعد. ادعوا له. انت معي؟ يدعوا له تصدقوا الله خص بعض الناس دراهمه ما شاء الله. يا ابو سؤال بالنسبة انت تكلمت عن الصدقة، عندي سؤال. اسلم. لماذا سميت الزكاة صدقة؟ والله ما اتعدى ابو ركان ولا اتعدى ابو سعد. والله ما اتعداك يا ابن والله ما انا حالف من دين يا ابو ركان، وحالف من دين. والرجال اللي عنده كتب جعل عمركم طوال. الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فسميت الزكاة صدقة. لماذا سميت صدقة؟ خلاص أجبت يا شيخ. لكن اشتقاق في اللغة، لماذا سميت الزكاة صدقة؟ نحول على الشيخ. لأنها تدل على صدق المزكي، صدق نية صاحبها. يعني بعضهم مستعد يصلي ومستعد يصوم لكن ما يخرج الريال، ما دام يخرج الزكاة تدل على صدق نيته وصدق إيمانه. كما أن مهر المرأة سمي صداق لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في صدقه، على صدق الرجال نفسه لا جاي صدقه في طلب هذه المرأة. ومن يخطب الحسنى لم يغله المهر. سلامتكم. الله اجعلني في وجهك يا شيخ، اشهد بالله يا ابو حمد انك ما قصرت. وإياك معك زود ياك تسلم. طيب بسألكم سؤال. اسلم. تفضل. مثلا انت نصحت لك واحد تبيه طال عمر يتعدى دربه وحطك عدو، وش تسوي مع ذا؟ تل عن جده ولا وش تسوي له؟ يا ولد استغفر الله. ايش قومك انت؟ الحين يا شيخ الله يطول عمرك، هل جيت الحين في وقتنا ذا الزمن لا جيت تنصح احد يحس منك انت غلطان ويحطك عدو عنده، ما عاد يدانيك ولا عاد يواطنك. هذا واحد يدافع على البلاء، انصحه كل يوم يا ولد وحطني عدو، ترى انت ما بيك خير. وذا اللي يعطيه البلاء ويعطيه السلحان يا ولد صار يمشي وراه. يا ولد على خشم. الله عز وجل قال على لسان نبيه صالح ولكن لا تحبون الناصحين.
فأنت تعطيه النصيحة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. جزاك الله خير. فذكر إن نفعت الذكر. الله يجزاك خير. فأنت تبذل له النصيحة وتعطيه إياها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بدون يعني أنك تلعن جده ولا شيء. طيب يا شيخ عندنا حاجة عية تطلع من لساني ولا لساني يمكن 20,000 واحد وخاصة للجنوب. حاجة يا ولد إذا حبينا أحد سبينا أمه وأبوه ترك وصلها هذا آخر الزمان يا أبو محمد. والله العظيم اللي حبيناه قلنا الله يلعنه، الله يلعن جدك ما حبني لك. الله يلعنه، الله يجعلني لا، يدعي على نفسه بالحادث. يودي العدو حبنا تراه داهيه، لا حبنا حتى يدعي على نفسه يموت قبل الرجال اللي هو مثلا لا اله الا والله. الحين جاء قال الله يلعن ابوك ما زيك ما يحلي لك، يقول كذا الله يلعن ابوك ما حبني لك، الله يلعن زي كذا، وهو مهم من قلبه انه يلعن، ولكن زحلطت اللعنه. عاد عن رحمه الله. نعم علم اسمعوا. هذا يعني عاد عن رحمه الله. هو اللعنه الطرد والابعاد عن رحمه الله، لكن فعلا سؤالها يعني وش الحل لها؟ وش الحل اني اقدر افتك من هذه؟ الحل الشخص ما عند الشخص زر اذا مسكت عليه يمسك عن اللعن، هو بنفسه. هي قشعريره من محبتي له، مثلا خلص لي موضوع في الجنه بركان مثلا بضرب مثل الحين بركان زي لي حاجه بسيطه قلت يعني الله يلعنك ما في. هذا حديث لعن المسلم كقتل. يعني اذا قال للشخص يا ملعون كانه قتله، ولا تفتح له ابواب السماء ولا ثم تهبط للارض وتذهب يمين وشمال ولا تجد مساغا، فإن كان الملعون تنطبق عليه، وإلا رجعت اللعنة على صاحبها الذي لعن. مسألة ما هي بسيطة ولا هي بسهلة، مسألة خطيرة جدا. الشيخ فرحان أنه سبحان الله من صفات المؤمن، دام الحوار الحين هو منتشر ترى بين الناس كثير فعلا. من صفات المؤمن قال النبي: المؤمن ليس بلعان وليس بطعان وليس بفاحش. المؤمن ما يلعن، لكنه حتى ذكر انه في اخر الزمان ياتي الانسان يبدا اللعن يجعله كالسلام. الان بعض الناس بدل ما يقول السلام عليكم الله يلعن من جمعكم، يبدا يلعن. واللعن زي ما قلت يا شيخ لعن المؤمن كقتله. شوف التشبيه العظيم النبوي، جعل كانك يعني هو نفس الجزاء، يعني النبي يبغى يبين للصحابه انه هذا الامر كانه قتل، فلا يستحق اللعن المؤمن، ما يستحق. لكن دائما الانسان يا ابو محمد على طاري، أذكر مرة في واحد متعلق بشيء في لسانه، كلام في لسانه دائما متعود عليه، وحتى إذا جلس مع أمه وأبوه يطلع الكلام لا شعوريا منه. قال يا أبو سعد تكفى. القصر ما يشوف. من عنده لحمية، ترى أي شيء لحمية راح أكلمكم بفايز مالك. استغفر الله العظيم. المهم وتروح الايام والله وارفع التليفون على امي، لا والله انه صدق العيشه تجيني طعم ببلاش، الوضع مره ماني مرتاح. واتذكر دعوه امي وانا في المسجد اصلي، قلت يا رجال انا امي تدعي لي يا رجال والله ما ان الله يرزقني والله معي الا والله. ادق على امي التليفون، وش حالك يا ام مسعود؟ قالت والله طيب. قلت يا امي هالدعوه اللي تدعي لي اياها الساعه 2 ما ادري 1 اشوف دائما تدعي، هالعيشه تجيني ببلاش للحين، والعرب يحرصوني عند الباب، ولا جيت اطلع يوديني موكب صدق، يوديني ذا ويرجعني. قلت هذه نفس الشيء اللي انا شفته وانت تقولي لي الله يا ربي. قالت ها جاك اللي جاك، ولكن وابشرك طلعت لها طول العمر وذبحت لي ذاك الطلي وجلست معها وقدني بالع العافيه. ابشرك الحمد لله. الله يجمعك فيها بخير. اللهم امين. سعوده بسألك سؤال والله العظيم. تفضل يا ابو ركان. وش تحس يوم تمشي مع امك، يوم توديها، يوم تجيبها، وش الراحه اللي تجيك؟ يا اخي بالعربي يا اخي الوالدين ما لو تعطيهم اللي تعطيهم والناس الموجوده لو تعطيهم اللي تعطيهم ما وفيت حقهم. انا ابوي كان شديد علي، وامي كذلك كانوا شديدين علي مره. ترى ما اقدر اسافر، اثباتي كان معهم وغرضي كلهم معهم. حتى الجواز، ترى انت تذكر الجواز متى طلعته حاليا وانت عندك خبر. صدقت؟
صدق. كانت ما الجواز عندهم يا رجال راحوا يبلغوني يقولوا طلع جواز بلغنا عليك عقوق والدين. قلت ابشر ما عندي مسوي شيء. ماني مسوي شيء ولا عندي رايح ولا عندي حتى جيت ابذرك الشرقيه على طول بلغوا علي عقوق والدين ماني بتعدى. ايوه قلت اجل. كان يضربك ابوك يا سعود؟ اي والله مخمس عند قدام الريجي لا اعطاني مخمس حبه خشمه وصبت القهوه. الله الله اكبر الله اكبر. وتراه كان شديد بين ترى امي من قبيله وهو من قبيله. الله يرحمه ويغفر. فقعدت ايام وفي جيت عند ابوي مدحت امي قلت امي تسلم عليك. والله امي لا سلمت عليه ولا شيء. ولا رحت لامي قلت ابوي سلم عليه سوينه يقول ما خلى شيء ولا هم كلهم الاثنين مستانسين. يا جعله مبسوطين لانك انت لازم تقربهم الاثنين ما بتروح تعمر تدق لك كبره تحس منك في بث تخصص بينهم. لا انا بوقف مع امي لا انا هم كلهم جنتك. انا حتى استغرب بعض الاحيان اشوف واحد ولا بنت مشتكي ابوها ولا حتى لو انه يصير اللي يصير تحمل حملنا وشنا هذول والديك والله ما اجرهم في الاماكن دي. سعود ما كنت تستحي يوم يضربك ابوك قدام الرجال؟ لا والله. ولا كنت تحقد عليه؟ لا يا اخي هذا هو ما يضربك الا على شيء. انا بيني وبينك ملعون يومي صغير صدق استغفر الله. انت حضر كذا. اسف قلت انت لسانك الحالي يبغى له عمره. يا رجال انت يبي لك عمرك وكبرك. حملنا كذا. استغفر الله. فسبحان الله يعني يمتعبوا والله يا رياجي اني ابوي كان شديد علي يمتعب لا غدا كانه يا ولد راحمني ويمسك يا ولد وجهي وغدا كانه طفلي صدق. الله اكبر. خلاص سبحان الله يعني لا راح من الدنيا يا ولد ودك انه يرجع ويصفقك مره ثانيه. حتى اقول انا للناس اللي ابوه موجود والله يبر فيه حتى لو يلعن الله استغفر الله لو انه مثلا يدقك دق ها تحمل انت معي ولا لان هذا والديك. الغريب والله لا هم معطيك شيء بيسمعك ولا هم متحملك الا هلك. الغريب يقعد معك فتره يقعد معك ساعه ساعتين واصلا بعد ما يتحمل ثم يروح ولا هلا اللي جالس عندك اصلا في البيت هو اللي لو انك جالس بعد الغريب في بيت وعايش معه والله ما يقعد معك مثل ما يقعدون معك امك وابوك. معي ولا لا؟ والله معك كلام من ذهب. اشوف الناس اكثرها تشتكي انا اهلي انا ما ادري وين وخاص الحين وقتنا الحالي كل العالم تشتكي اهلي معقدين اهلي يبون ذا الشيشه الالكترونيه ويبون الله لا يبلون يقول لي يعطيهم على كيفهم. يا عمي لك فالعالم ترى سبحان الله جلست اتره والحمد لله يعني والله ما كان عندي شيء. الدين هنا والامور كلها متكركبه وحالتي حاله. وجاء يوم من الايام وانا جالس عند امي والله ما عندي احد. جاني رجال تبي تكون لك اصدقاء هو ما هو برجال بس انه يعني وهو كفو والله ما قصر مرة يا اخي. اسف يا حضرة الشيخ ارضي كل مرة تجي تقول تكون لك اصدقاء حمل البرنامج تكون لك اصدقاء وصديقات. انا ما كونت لي اصدقاء كونت لي اصدقاء للامانه. دخلت مع ذا قلت انا بشوف ذا البرنامج اللي دافع البال والله هو حمل البرنامج اللي هو البرنامج الاول وحمله وسبحان الله اسولف على العرب والله العرب مبسوطه مني وتضحك مبسوطين الحمد لله مثل ما انتم تشوفون ولا والله انها منا وعرفتني على الرجال اللي مثلكم شرواكم ودخلت مع ذا العالم. وتذكرت يعني دعاوي ابوي وامي ان الواحد لمن دعوا له والديه والله انها بخير حتى لو ما ياخذ منهم ولا ريال حتى لو ما يعطيني ابوي ولا امي بس انه يقول راح الله يوفقك وراضي عليك والله انت فتح في وجهك. اما انك تقول لا والله ما يعطيني انه ظالمني هو قد كبرك وقد عطاك يا طال العمر كبر علبك. لا الحين هم يقصدون حفايضك يا الحرمه. الله يكرمكم يكرم السامعين. انت معي ولا لا؟ عجزت انصح زين تمره وجمره والله كنت ماشي كويس سعود انت تسمع ابو محمد انت تمشي معنا كويس انت لازم تستمر معنا شوي كل فجريه. انا معكم يا رجال بس اسمعني لابد من الثوت ولابد من الدراهم شوي. خذ لك شيء
اجمعها دين ودنيا. هذه مثل ابو راكان الله يجعل والديه في الجنه، جمعها دين ودنيا كمل كلها. طيب يا عمره طويل. بعدين نبكي انا وياه في الليل ولا جا النهار مراجعه، جعل عمره طويل. الله يوفقك يا ابو محمد، على والله على طاري الذكر الحسن. كل انسان سبحان الله يلزم بعد اسمه بصفه تكون فيه او ذكر حسن، وهذه اجمل ورث ان ترث في حياتك. اذا الله سبحانه وتعالى قبض روحك وجدت سعود القحطاني الله يجزاه خير، والله كان بار في امه. جعلك السله ما لقيت الا انا. يدعي لك يدعي لك يدعي لك. يقول الرجال ما بعد تهنيت في شيء. مثل على غيره يا ابو سعد. اضرب مثال فيك يا اخي. يا رجل اضرب مثال يا اخوي في جيراننا اللي جنبنا ما لقيت الا انا. يا اخي انت بار يا اخي. الله يجعلك الله يجعلك. خلنا شوي انت مشى ونشوف العرب. قال قطمني وانك اصبر يا رجل صل على النبي. يعني بعد ما تموت يا سعود ان شاء الله. جعلك ورا السله انك ورا اقول ايش تبغى ابي الله يلعن. انا جاني عرق انفضتي دافع البلاء يا دافع البلاء. الرجال يمون علينا وما بيخلينا نسولف. هلا والله خذ واحد كحضرة الشيخ. لا انا بس عندي مسألتين، المسألة الأولى اللي عن البر، والمسألة الثانية عن المنطق. مسألة البر ان البر يزداد أهمية البر مع كبر السن. الله إذا كبرت السن واحتاجوا، كما قال الأول اسمع أنبئك بآيات الكبر، تقارب الخطو وضعف في البصر وقلة الطعم إذا الزاد حضر وكثرة النسيان وما بمدكر وقلة النوم إذا الليل اعتكر أوله نوم وثلثاه سهر سعلة تجتاحني عند السحر والناس يبلون كما تبلو الشجر. كذلك الرجل الذي يحمل أمه على ظهره ويطوف، وذكر البخاري في الأدب المفرد، ويسأل ابن عمر. والرجل يماني، وأهل اليمن يحبون الشعر، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ونعم. قال أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لا أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر فهل ترى جازيتها يا ابن عمر. فقال ابن عمر مقولته المشهورة المعروفة لا والذي نفسي بيده ولا بطلقة من طلقاتها أو ولا بزفرة من زفراتها عند الولادة. المسألة الثانية اللي عن مزحكم آخر شيء عن المنطق والتمثيل على سعود. أنا قرأت أمس في كتاب زاد المعاد لابن القيم كلام عن الأسماء والمنطق، صراحة مخوف هذا الكلام، يعني التفاؤل وبدون التشاؤم طبعا. فابن القيم ذكر مسألة أنا أول مرة أسمعها في الحقيقة، ولا يزكي الواحد نفسه وأنه سمع كل شيء أو اطلع على شيء كثير، لكن ابن القيم ذكرها في زاد المعاد عجيبة جدا، وهذه تتعلق بالأسماء. يقول في غزوة بدر الذين بارزوا من الكفار أسماءهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، والذين بارزهم من المسلمين علي وحمزة والحارث. فأسماء المسلمين انتصروا طبعا في المبارزة، أسماء المسلمين تدل على النصر، علي من العلو، وحمزة اسم للأسد، والحارث أصدق الأسماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام. فهذه الأسماء الثلاثة تدل على النصر، والكفار أسماءهم الثلاثة تدل على الضعف. فشيبة يعني منتهى الضعف، والوليد بداية الضعف، العتبة توطى بالأقدام. فكان النصر مع هؤلاء الثلاثة المسلمين، وكان في الأسماء ربط، يعني ربط ابن القيم بين الأسماء أعجبني صراحة. سلامتكم. سلمت. الله يسلمك، والله يعطيك العافية والشرف عليكم على اللي يدخل معكم. والله سعدنا اليوم بث جدا جميل. جعل والدك في الجنة الله يجزاك خير. أقول الشرف عليكم على اللي يدخل معكم. ايش فيك يا ابو راكان؟ يمدي على الدنيا، اجلس سهرناك يا شيخ فرحان. لا بكره ما في دوام. احس بيقول بكره ما في محمد اطلب طلب يا ابو محمد. سام. الشيخ فرحان يعني عنده 399 يعني الى 1000 على ال 400. ودنا
اللي عندي ضيفوا الشيخ فرحان، والله ما شاء الله تبارك الله. والله هنا يحط يده على الاسد. ها؟ اسد والله جرينوش. يستاهل الشيخ فرحان. ضيفوا الشيخ. رجال أبشر. عيال ضيفوا أسد. جعل وين ابوك أسد يا سعود؟ انت اسد جعل ابوك في الجنه. والله ما يجين. بسم الله عليك برحمة الرحيم. لا إله. جعل والده عيال تكفون. ضيفوا فرحان وضيفوا تكفون وصل فايز الملك. 400. انا بي وصل 400. مبروك يا ابن عمي مبروك. يستاهل لا 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 والله عينك. يستاهل الشيخ فرحان. عيال تكفون وضيفوا فايز الملك دخلوه مليون. ابيه اقل من شهر والله يدخل ذا الادمي مليون. والله يستاهل. ابي الرقم المميز للمالك انه دائما هو ما شاء الله مميز. كل شيء في وجهه مميز، ثيابه مميزه، سياراته مميزه، بيته مميز. ما حد الا حساب هذا التيك توك خليه مميز. اللهم بارك عليه يا سعود. برك الله يطول عمرك. كان تفل علينا يا شيخ والامور كلها زينه، ولكن الرجال ذا نبيه يدخل مليون. انفذ يا عمي يا شيخ فرحان. ها ايش تبغى انت؟ سم ابو محمد صدق بسألك سؤال. يا كثر اسئلتك يا شيخ. خلاص جمال العفو وانتهى الموضوع. ايش عاد تبغى؟ شيخ فرحان والله يا شيخ فرحان، ترى انا محترم سعود عشانك موجود انت، بس بوريك فيه بعد شوي. الله امر لا عيونك اسهر. الله امر بدون موسيقى حقت بدون موسيقى ما تقدر تحاكم. إسلامية. اعترض ما يمديك تحكمني بشيء ولا يثبت على الشخص اي ادانه ويطلق بالكفاله لين تثبت عليه. ما عندي اي موسيقى. استعن بالله صوتك حلو، عطنا آية الكرسي. والله ما تعداك لا انت ولا الشيخ دامكم مطاوع قدامي. والله ما تعداكم وانا ولد محمد. انت معي ولا لا؟ ف انا سبحان الله جيت اقرا لحالي احس اني ذا على ما قال حسن السديس. ايش؟ جعل والديك في الجنه. والله هو نعم فيه وافي ومجنة. سمعنا يا ابو حمد. ابشر. جعل عمرك طويل. والله من مفطح يا ابو حمد. يعني الله يا ربي يوفقك. مالك زود. ما شاء الله. مالك زود ما تبين. ولا يدور الا الهرب الصار. انا عارفه. والله يا ابو محمد ما نبغي نقصف اول اللقاء. اقول يعني عمرك ما يزين خاطرك الا شفت الطليف صغير وما غيره ترجع. والله كسر ضلوعه. وقت الشطه. انا واما ابو سعد على الفطاير يحب الفطاير والطحينيه. الله اكبر الله اكبر. تفضل يا شيخ تفضل. انا عرفت النظره هذه عرفت اللي تعطينا حكم من لا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فوقاه الله سيئات ما مكروا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الله يجزاك خير يا صدق شيخ. الله العظيم. الله يجزاك الله يجزاك خير يرحم والديه. فرحان. شيخ فرحان، سؤال بس. الآن لما الإنسان يخلص الآية يجوز أن يقول صدق الله العظيم؟ العلماء يقول لم يرد حديث، هو ورد في القرآن الكريم قل صدق الله. فبعض العلماء تعارفوا على ذلك، مثل قول قال الله تعالى، مثل قول قال الله عز وجل، يتعارفوا على ذلك يعني. لكن بعضهم قال لم يرد حديث خاص في هذه المسألة، فبعضهم كره هذا، الله أعلم. سعود عندك سؤال للشيخ؟ ترى يا أخي عندي سؤال بس بسيط. في أكثر العالم في البرنامج هنا ولا برا البرنامج يا ودي يستحي يروح له مطوع يقول أنا والله ما أعرف، يبي يتعلم مثلا ما هو بحافظ القرآن يستحي، ما هو بحافظ أشياء في الصلاة يستحي ما يتكلم، يقول خاف أقول، يقول أنا أنت ما تصلي. حلو. في بعض الأحيان حتى في ناس ترى ما تعرف تتوضأ لحد الآن، رجال كبار بلحاهم ما يعرف يتوضأ، والله يتوضونه ما يعرف له والله. يا ما توضأ أنا يقول أنا والله توني أعرف إن كذا، وأنا والله لما أنا يستحي إنه يروح له واحد يقول أخاف أروح، ثم ينقد علي ولا يضحك علي ولا يقول أنت شكلك ما تصلي ويستلمه. هذا هو مانع من موانع التعلم. يقول لا يؤتى العلم مستح ولا مستكبر. ما فيها شيء. أنا لو ما أعرف شيء والله لا أجي عند أقرب مطوع فاهم، ما بجي عند مطوع لا أجي عند مطوع فاهم، مثل ذا المشايخ الله يعطيهم العافية، أجي وأسأله يا شيخ أنا فيه شيء الحين كذا ولا في صلاتي، لأن هذا دينك. ما اهتميت فيه والله الله يعين، مثل ما أنت تهتم في حسابك ولا تهتم في. وابن عباس يقول أوتيت العلم، هو ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة، أوتيت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. يعني ابن عباس يسأل الصحابة. ولا وفي بعد أختصر لك حتى لو ما تبي مطوع يعني واحد ينقد عليك، في عم جوجل. ونعم عم جوجل عندك برنامج محمد أقول دائما أقول يا أبو محمد شيخ فرحان، عندنا الحمد لله يا ربي لك الحمد، أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد ويحفظ ولاة أمرنا. خلوا أرقام هيئة كبار العلماء، يقدر الواحد يتصل عليهم طوالي من الصباح لين الساعة 2:30 الظهر، يردون يا شيخ فرحان، يردون في أي مسألة تبغاها. ودائما ترى الإنسان مو عيب إنه يروح يسأل، خاصة أمور الصلاة. هذا علم فرض عليك إنك تعرف كيف تصلي، إنك كيف تعرف كيف تصوم، تعرف كيف تعتمر، كيف تعرف تحج. ما في أنت توقع أركان الإسلام. أنا عندي مقطع نزلت أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، في عدد كبير يقولون ما نعرفها، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. اسلم أبو محمد، اسلم كأنك في ثانية ألف، اسلم. احترام. وفي بعد يا شيخ واحدة أنا بغيت أخليها تتوب، بنت تكلمتني تبكي، البنية ذي تبكي وتكفى أنا ما أدري شو تقول، ملعوب عليها المسكينة الله يهديها ويهدي المسلمين. قلت لها طيب خلاص أنت إذا سويتي شيء غلط تقدرين تتوبين لله سبحانه. قالت لا أنا الشيء اللي أنا سويته يمكن ما فيه توبة. والله العظيم عليه الطلاق يا أبو راكان، هذه مصيبة كارثة. الله يجعل ولد أنا أبو راكان لا يعله يا رجل إيش كوب. يا عبادي الذين ارحب يا راشد ارحب. الرجال يتكلم بقول هو عله والله العظيم من يوم شفته جالسين ذي الكنبه وهم مضبوط ولد ريجي عندنا طول عمره بجانبيه هو ما تضحك يا ابو راكان. اسلم. السؤال ما نعطيها الكبسه خرط له رش. يا فرحان والله ان سهرناك وراك نوم. فرق بين المؤمن يا شيخ. المهم ان البنديه طول عمرها سوت على ان كلامها انها مسويه ذنوب واجد. بس آيتين تحل مشكلتها، آيتين في القرآن تحل مشكلتها. صل على النبي. خلني أخلص. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الآية الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وحتى غفور رحيم. جلبك الجنة. حتى لو سووا ذا
قال هذا الشيخ. ايش؟ يقول الفرق بين المسلم والمؤمن، الآية الكريمة تبين ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الله يوفقك. يعني تبين يا شيخ ان مهما سوى الواحد التوبه مفتوحه. الحديث ومن يحول بينك وبين التوبة، هذا الحديث في الصحيحين، ومن يحول بينك وبين التوبة. أبو محمد، لبيك. الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب. الله يفرح بتوبة الإنسان إذا تاب. أصلا المؤمن بين التوبة وبين الاستغفار، بين الذنب وبين التوبة، هذا حال المؤمن. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم حب عبد الله، هذا حبيب عبد الله بن قرمله. معلش يا شيخ تكفى والله العظيم. يا أخي قرملة ذا الحزة يا قرملة. بن قرمله، لا لان هذه كانها قيمه كامري يا اخوي، الله يرحم والديك. تكمل طال عمرك، اسف كمل. لا تكمل يا شيخ. طيب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. المهم انه قال الله في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا ابالي. كرم الله عظيم. كل من تاب يقبل الله التوبه، التائب من الذنب كما لا ذنب عليه، وان عاد رجع تاب، وان عاد رجع تاب. لا تمل. بعض الناس يمل من التوبه، لا تمل فإن الله لا يمل من توبتك، بل الله يحب إقبالك عليه. طيب شيخ، معلش ابو سعد الحين بعضهم يوم يتوب اول مره، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، احيانا يجيه يقول انا يمكن ما عندي مصداقيه. معلش يقول مثلا يمكن ما عندي مصداقيه. في بعضهم تفكيره كذا، جاي يتوب الحين يقول انا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، المره يعني الله بيعاقبني مثلا كل شوي اتوب وانا ما صدقت في التوبه. مثلا انا صامل ثم خربت مره ثانيه، وصممت المره الثانيه وخربت مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. هذا ورد حديث نبوي ان اتى رجل الى النبي اللهم صل وسلم عليه، فقال: يا رسول الله ان الرجل يذنب الذنب، قال: يكتب عليه ويحاسب عليه. ثم قال: يتوب منه يا رسول الله، قال: يغفر له. ثم قال: يا رسول الله ثاني مره، قال: يرجع ويذنب يا رسول، قال: يكتب عليه، قال: ثم يتوب، يغفر له، قال: يا رسول الله ثم يعود. شوف يقول الرسول هذا الكلام، فقال: يكتب عليه، قال: ثم يتوب يا رسول الله، قال: يغفر له ولا يمل الله حتى تملوا. الله أكبر. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا رجل، الله قبل توبة رجل قتل 100 نفس، مع ذلك الله قبل توبته، بل الله حرك الأرض له كلها من أجل توبة هذا الرجل. الله يقبل يا ابو محمد. انا اقول كل الناس يا اخي لا تجعل حاجز بينك وبين الله. تدري الشيطان يا شيخ فرحان متى يجي الانسان؟ عندما يقترب الى الله سبحانه وتعالى، واعظم مكان يقترب فيه الانسان هي التوبه. لان قالوا العلماء ان حبيب الله هو التائب، حبيب الله التائب، ان الله يحب التوابين. انا اقول كل اللي يسمعوني اخواني واخواتي اللي موجودين، مهما كان عندك من المعاصي والذنوب يا اخي لا احد يقنطك من رحمه الله. يا اخي لو انك تذنب وتتوب مره سمعت الشيخ صالح الفوزان يقول ما يعني رجل يسال يقول يا شيخ انا كذا وكذا وكذا، قال استمر على هذا الامر، استمر عليه، صدقني الله سبحانه وتعالى يعلم. باقي حاجه يا حضره الشيخ صغيره. سم يا ابو محمد. طيب وش تقول عن الناس اللي مثلا يتعجز انه يروح المسجد بس يصلي في البيت؟ يعني يصلي وراح المسجد يا ولد تحسن عليه جبل. معي؟ تحسن عليه جبل، يعني يصلي مرة مرتين 3 مرات في المسجد والباقي كلها في البيت، ولا جاي يروح يدفع البلاء يبي يتعود على روحة المسجد بس ما عرف كيف. أذكر رجل يقول يا أبو سعد كنت أحافظ على الصلوات، يقول فبعدها صارت أثقل شيء إني أروح للمسجد، فكنت أسولف أنا قلت يا أخي أنت تفعل ذنب، لأنه سبحان الله ما ينزع الله من الإنسان شيء إلا بذنب ومعصية، خذها قاعدة. فقاعد أقول له أنت كذا، قال لا، آخر شيء اكتشفت إنه إيش؟ لسانه صليط. فالله سبحانه وتعالى لسانه صليط يعني الراعي غيبة ونميمة يتكلم، تب إلى الله من هذا الأمر ويحلف بالله إنه رجع يصلي. أوقات الذنب والمعصية هي اللي لا كيف يتعود مثلا أنت الحين ما شاء الله عليك أنت وأبو ذا ما شاء الله عليكم فيكم يعني ما شاء الله
فينا الخير والبركه حتى انتم يا ابو محمد كلكم. انا داري، بس انا اقول لك لكن في ناس بسم الله عليها يعني ما شاء الله تبارك الله. الحين انا دخلت مسجد يا حبيبي يا راشد واصلي وما شاء الله يعني ترتاح. انت كيف تتعود انك يا اخي ما شاء الله. بعضهم يا اخي يجيه زي العجز انه يبي يصلي لحاله. طيب ابو محمد، الان الواحد الساعه 7:30 يقوم دوامه، ايش الشيء اللي يخليه يقومه؟ تعظيم الدوام، يا يفكر في مديره، يا يفكر في راتبه. انا اقول دائما اجعل الصلاه معظمه في قلبك. انا في مقطع انتشر لي كنت اتكلم عن الصلاه وانا مجرب هذا الامر. يا جماعه الخير، الادعيه دائما ادعو بهذا الدعاء، ركزوا في هذا الدعاء الاول، اللهم اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. ادعو بهذا دائما، اللهم اجعلني من مقيمين الصلاه. الدعاء الثاني يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. تعوذ، استعذ بالله، قل اعوذ بالله من العجز والكسل. اسال الله، اقول اللهم اني اسالك حسن العباده. اجعل الله ان يثبتك على الصلاه وان الله يعلقك بالصلاه. وترى النبي اللهم صل وسلم عليه دل الصحابه على هذا الامر بالدعاء. الدعاء عليكم بالدعاء. كان عند الشيخ فرحان حل للامر هذا؟ واللي عنده. انت كفيت شفيت مساله لا انت تعطي المساله اهتمام ومكانتها. يعني انت اذا كنت تعظم الشيء وتهتم به، يعني كل ما واحد عنده اهتمام مثلا بالوظيفه، بالدراسه، بالبث، بالزوجه اذا كان متزوج، هل من بين هذه الاهتمامات شيء اسمه الاهتمام بالصلاه؟ طبعا كل مسلم ان شاء الله طبعا عنده اهتمام بالصلاه، لكن كم رقم هذا الاهتمام؟ يعني رقم 1 2 3 4. صح. كيف الاهتمام؟ القضيه الهم. يعني كبير سن عمره 80 سنه ياتي مثلا من رياض الجنوب وينام قبل الفجر مثلا بنصف ساعه ويستيقظ ويروح للمسجد يصلي بالمسجد وهو جاي من سفر 1000 كيلو، وواحد من الشباب بجنب المسجد سهران ولا يصلي في المسجد. القضيه ترجع للروح وصفاء الروح. كثرة الاستغفار تعين، بالحقيقة كثرة الاستغفار تعين وتسهل العبادة. هذا ذكر كثير من العلم ابن القيم، كثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله عز وجل. الله يوفقكم جميعا. جعل والله من جابك في الجنة يا أبو فرحان. أنا وجود أبو حمد وجعل والله والديك في الجنة باسمي وباسم فايز المالك الحين ما هو بقادر يرد، أنا اللي برد بداله وهو إن شاء الله من يسد لزومه. ما بالنسبة أنت يا أبو سعد بيض الله وجهك، نبي لنا شيء هريفين لكم باسمي وباسم فايز واللي بيتعبون والله ما بحنا. الله يرحم والديكم ودكم توعدونا فقرض مخطط والبيوت ما احنا بحاطينكم فيها، لا البيوت عليها زحمه لا اله الا لا جيتوا كل الليل الاخير امنيات مستجابه. يا عمرك ادعي ان الله يرزقني ببيت جنب فايز الماء. الله يرزقك بالنصر. اي بالله النصر اللي ياتيك كل شيء فيه بدونك تذهب. لا ما نبي قصر، نبي بيت شعب بس. الله يجعل ابوك في الجنه. وهي والله الحمد لله والله اني يجي الا شفت فايز في ذا التلفزيون اني اقعد ابكي من طيب ذا الرجل ويوم قابلته في الطبيعه ابكي يا شيخ ابكي وادعي له وتصدق له اذا انت ما تدري. جاني الله يجزاه خير وعطاني السود اللي عنده يقول انا مالي في حاجاتها وجعل عمره طويل. الرجل اللي مثل ذا جعل حسه ما ينقطع. يا ابو محمد وين اثباتي استلمه انت يا شيخ؟ ابو محمد ايش عندك؟ يا ابو راكان الرجال انا اشوف في القضيه من يوم مشى ابو محمد وذا ما غنى ابو محمد تعال حقد سامي ابو سعد فرحان سمي ابو سعد. اقول ودنا ابو اعطينا نكته كذا تسعدنا شوي. ابشر ابو سعد بس الحب يا بن قرمله. الله لنا يا المطلوب هون على قلبي من الضيق يا ولي يا الله يا رحماني. انا اشتح انا ابو ترى علينا بالله لا اقول والله يبينا طول عمر اطلي
هم والله احلى نصيحه من ابو حمد، والله اللي بيتفنى حتى في النصيحه. وانت يا ابو سعد الفطغير والطحينيه، احس انك راعي طحينيه انت يا ابو سعد. انت معي؟ ايوه هم نجس ذيك الجلسه. انا كبس الماء جعل فيها الله العافيه، جعل اقول الله يا ربي يوفقك يا فرحان في الجنوب يا رجال. ها؟ الشيخ فرحان في الجنوب. هني والله داري هنا. انت يا ابو حمد من وين؟ احبابي. اخ محمد والله اللي اقول والله اللي علم يوقف عندكم تكفى. انكم والله تزبنون الجاني وتزبنون الدخيل خجة ملاش. ابشر بالسعد، ابشر بالسعد يا اقول، ابشر بالسعد. انكم والله تزبنون الدخيل تكفى. والله العظيم اني احبكم والله. عطنا النكته يا ابو محمد. بالله طلبتك يا سعود. ها. عطى الشيخ نكته النمله. ايه اذا اسمع يا سعود، خذ الشيخ فرحان ولا لا خلاص اسلم يا ابو محمد. اني والله بعلمها، انا اعرف وزنيه الحباب. وينك اقول وانت مفارق من عند تدريس وفارق مع الكبري حق الاموال. حاج ها واللي ورا الموضوع ابو راكان جعله يسلم قلبه. ينظرونا مرحبا الله ومسهلا. ابشر بس الله يغنيك. اقول انكم والله جعل اعماركم اطول تكفى. انا اسميكم الرجال ما يهابون الموت والله. يعني والله اعماركم اطوال واحبكم يا الاحباب، احبكم يا الاحباب. والله اني لا شفت احبابي ها دريت اني بخير والله العظيم. يعني والله اقول جعلكم تسلمون. الله يوفقكم. بعطيكم النكته. اسلم. غير لا ينشف في الموضوع. واحده من بعض الناس دائما لا جت عندها معاملتي ينشف فيها، ما يخليها تمشي. بعطيكم نكته. في 5 أشخاص رايحين وين؟ الربع الخالي. ولا بقول النمله احسن. لكن ما شاء الله شكلكم انتم مع حق التطويع ذول اللي يدورون ويجعلون لا في نمله عازمه صديقاتها. معي ابو حمد؟ طيب معك. جعلك تسلم. واسمع يا ابو سعد، نمله عازمه صديقاتها. النمله دي اللي عازمه صديقاتها راحت تبي تجيب القهوه والشاهي، قهوه وشاهي. لك تسلم. يا جل. اسف. لا تضحك. المهم النمله طال عمر عزمها صديقاتها طال عمر ابد ما ادري انا مداهمه. تكفى يا ابو راكان، انا اصفقر الجدران. ضحكتكم. لا بالنكته على اوكي حضرة الشيخ. تبون النكته مع تقارير الوالده ولا بدون تقارير؟ لا الله يطول عمرك. شكرا. تقارير انا العول. الله يخليك. المهم ما علينا. النكته النمله اللي عازم صديقاتها عزمتهم القهوه والشاهي، قهوه عشي مع بقولها لكم بصيغه دام كانت من الامواه والرجال دام من الجنوب بقولها بصيغتكم. عزمتهم طال عمر بعد العصر قهوه. هذا النملات لا احنا معزومين، لا ما احنا معزومين، لا والله احنا معزومين. قالت النمله علي بالطلاق بالثلاث، اللي يسرح على حالها انت تقلطون القهوه. طلقت النمله. تخيل نمله صغيره طلقت. عاد تنجعلها تنقطع. هم راحت طال عمر امي راحت تبي تجيب القهوه والشاي ولا النملات جالسين طال عمر.
على فرشتهم هبطت عليهم النمله ما جات. قالوا هجا خلنا نروح نشوف وينها فيه. وين لقوها؟ وين؟ لقوها ناشبه في التمر. لقوا النمله دي لازقه في التمر. اضحك يا ابو حمد، ابو حيك انت من اللي جاني. سعد ما ضحك نهائي، حتى ابتسام ما ابتسم. طيب من هو؟ بعدين ابو سعد النمله ايش فيها؟ وابو ركان شبت لاقوها تبي تجيب القهوه، لقوها ناشبه في خشتها في التمر. يعني يا ابو محمد والله والله يا شيخ فرحان وحبيبنا فايز ابو ركان معلمنا وابو محمد، والله انه بث حلو اقسم بالله. يعني اجتمعنا ذكر وسولفنا وضحكنا، وسعود جاء حضر الحمد لله يا ربي. جعل اعماركم اطوال، والله يا ربي يوفقكم. والله انا شوف اسمعوني، انا بس ابي من اهل الدين والله العظيم انها خطتهم زينه وساع. بعضهم يقول لا هذا مطوع، والله ما هو بيضحك ولا هو والله انكم منا وفينا ونحن نفتخر فيكم ونقدر. احنا بعض الناس بعضهم يقول بسوي وبفعل بالعكس ناس جميلين وحلوين مثلكم تشرفونا وفي محلاتكم الثانيه ومرحبا ومسهلا وابشروا بالسعد وانتم موافقين نجعل اعماركم اطول وسحرنا. يا جماعه وين في قاعد مع فايز وقاعد ارحب يا بن قرمله، ارحب كف الصلاة الله يوفقك كل شيء وانا اخوك. لبيه. انا بس ارد عليكم يعني كلمات مختصرة في موضوع الصلاة. انت يوم قلت ما بيصلي في المسجد. اسلم. الصلاة اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. لا اله الا الله. الصلاة عمود الدين. الصلاة ايمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. تعرفون لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وتحول المسلمون في مسجد القبلتين، أتاهم أحد الصحابة وقال حولت القبلة، تحولوا في الصلاة بخبر هذا الرجل الذي أخبرهم، فخافوا أن تذهب صلواتهم 17 شهرا، فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة نور وبرهان ونجاة. قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. الصلاة أول صفات المفلحين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحانه. الصلاة آخر ما يفقد من الدين. الصلاة آخر وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. الصلاة فرضت في السماء. الصلاة 5 في العدد و5 في الأجر. فالصلاة قبل كل شيء يعني. وأنا أصلا مواصل أنا أصلي إن شاء الله. الله يرضى عنك يا أبو شيخ. شكلك يا أبو حمد ناوي على التب. حالي يا ابن عمي. والله أبو حمد إنه يستاهل كل بسألك سؤال يا أبو سعد، أنت الحين جمعي، أنت ما شاء الله داخل لي في غرفة، أنت محامي، أنا أشوفك في محل كتب، أنت تقرأ؟ أنا أقرأ والله. يعني سمعت إنه يقولون فرحان بن حمد إنه يقرأ. فرحان بن حمد شيخنا وإحنا تلاميذ. يقولون إنها شافته الجنية والجني إنه يطلع من غير. ترى أيوة أبو حمد جبت لك هذا ترى فيه ذا. إذا قرأ الفاتحة شوف وجهه شوف أقرأ الفاتحة. تكفى يا شيخ. أقرأ يا شيخ. ما في العواقي إن شاء الله. شوف وجهه شوف عرق شوف سبحان الله عاشق عنده. زي يا شيخ قرأ ودوني طول عمره عند واحد يقرأ. رجال في مزحمية يقرأ علي. ولاني أنا معي قيلون لعن الوالدة خامسي. أنت معي؟ أنت معي يا شيخ هم روح ودوني يوم ودوني هنا مطوع أنا متعافي نطعمر الحبة البخاري طلعت مع علبة. أنت معي؟ دخلوني عليه ولمي عند الباب وخوالي عند الباب. يا رجال الصبي ذا ما عاد ما غير انتفض يا شيخ. ما غير ايدي تقول كذا ما عادني بطيب تكفى يا ابو حمد. ودخلوني عليه قال دخل الرجال الباب مفتوح في مشب بيت شعر والله اني اذكره في بيت في محل في اخر المزحميه في حضار منطقتني قال لها حضار. ويدخلوني عليه ولا هو في زي المزرعه ما ادري شلون وهم يدخلوني عليه
ويقرأ علي ولا معه عصا، هو يلشطني أول وحدة. أيوة. سكت وأسأل من الرجال، قلت لا يكون الرجال بيننا وبينه ثار ولا شيء والرجال حاقدين علينا. لا والله احنا ساكتين. هو يسوقني بالثانية، قام ساقني بالثانية وأنا أنس حرها. طال عمر بغيت أقوم، طال عمر هم تصايدة بذاك المخمس. قلت اهدي يا سعود، خليك هادي لا تشخصن الموضوع، يمكن الرجال عنده علم فيني أنا وفي عندك. قال اخرجي وقاعد يسب، اخرجي يكلمني بالكلام قلت يا رجل، هو يبرك يحط له ما شاء الله اركبه ويا شيخ وجسمه كبير، رجال عمر مليان شبعان عمر من النعبه، وحط الحره فيني. هو يمسكني يا شيخ، هم يقرا هم رسل منه ما اجعني لا هو يقرا. قال وينفذ. قلت يا رجال ماني بطالع، انا اقول له وخر ماني بطالع، ابي ماني بطالع مع الباب، هو يحسبني اقول له انه ماني بطالع مني. سوق منه على وجهي، قال اطلعي مع سبابته، اطلعي مع سبابته. قلت يا رجال ما فيني شيء، يا رجال ماني بطالع مع الباب، فكري من شرك. قال اطلعي، هو يسوقني بذا يا مساكين، انا اتماسك انا في المشب، ولا هو رجال حتى يديه ما جات بين كان ابو مرداع كلاوي. قال انا وياه في المجلس، وابي اتعرش لنا. قال انها الجنيه اللي تحاكينا. قلت يا رجال روح وراك يا ابن حلال، هي بجنيته ولا شيء. هم اطلع من عنده، هم ودوني عند عجوز في قصوران المقبل، قالوا روح لها هذه واحده بواحده واجيها. يوم جيتها طال عمره قال اوسخ ملابسك، لا تخلي عليك الا بس الله سروال السنه والفنيلتك وملابسك وثيابك شلها منك. قلت طيب، واشيلها طال عمره وهي تمسك بلن هنيه، ولاني ابي العافيه. قلت ولا هي عجوز فيها خنه خشمها يا رجل داب على البلا يكبس، تقول كان كابرس. عجوز قد هي عوده. قالت ها انبطح على بطنك علشان فيه حاشة ما وظهرك، وهي تمسك الظهر وفم المعده. قالت لا يا والله يا ولدي الحق ما تلحق. قلت وشو يا امي، لاني انا ما عندي طيح انا وجهي. قلت وشو يا امي تكفين، وش العلم اللي فيني؟ قالت اقول العلم اللي فيك كايد، انت معك مصفيط. قلت وش ذا الصفيط؟ قالت الصفيط هذا يخليك يجيك شلل بعد اسبوع. قالت والله العظيم شلل، عندي صادق وادق على حياة ابوي، انت ناقصكم شيء، انت تبون شيء، ايش العلم؟ قلت يقولون بيجيني شلل. قال انا صايع لك حادث الله يلعن بطنك. والله ابوي طبعا عماني واهلي ما يسبون، اول مسبه عندنا في خلعه يسبون في الخال قبل، الله يلعنك ويلعن خالك. قلت خالي ما له ذنب، يصلي ويصوم وخايف من ربه، اترك خالي. هالعلم العمر يقولون بيجيك شلل. قال وش الشلل؟ انا وش اللي عندك؟ قلت رحت لي عجوز، قال انا باك يا ابو العجز. وقعد لي يا شيخ اسبوع ما كلم احد. دخل فيني الوسواس، دخل فيني الوسواس القهري في نفسي. والله يا شيخ اني راقد، اني وانا منسدح كذا اقوم اقول اصقع نفسي، هوني باقي ذا ولا باقي اني يعني خلاص كل شوي اشيك على نفسي، واخذ يا شيخ. ويكلمني واحد شيباني رفيق لي في حلبان، كنت اقرا انا وياه عند واحد في القوعيه. كل يوم اقول لك الجوال اللي عندي واتساب كله جروب مفاخي، وين الوعد فيه؟ كنا عند الشيخ الفلاني ترى مره بوحده يعطيك جرعه، خلاص صار جوالي كذا يا شيخ. المهم واخذ يا ابو حمد، والله يدق علي الشيباني في الليل، كيف الحال يا ابو محمد؟ قلت والله طيب، وشلونك؟ قلت والله بخير. قال وينك ما عاد نشوفك عند الشيخ الفلاني اللي في القوعيه؟ قلت يا رجال العلم كايد، يقولون بيجيني شلل بعد سنه. قال كف قلت صادق؟ قلت والله. قال مرة رحت لي عند عجوز فوق صالة المقبل، قال هو بابها اخضر. قلت الله. قال عندها كنبة محترقة. قلت والله انها صدق عندها كنبة محترقة. قال بك هذا انا قد جيتها، قالت هذا انت فيك بيجيك شلل وبيجيك مدري وين، جيتها قبل سنة او اكثر وكذوب، وهذه دجالة. واروح وابلغ عليها. قلت انا جايكم ويا ما انطلق خاطري، لا والله اني بديت استشالة يعني. هذا النفسية هي شيء كبير يعني. إذا صار واحد مثلا يتوهم له أنه بيجي كذا يتعب، أنا تعبت من ذا النوع. وين رحت لوين؟ لمطوع حقنا اللي في القوعية، رجعت له مرة ثانية.
ايه وادخل عليه ما عمره واتوضا وادخل مع لا معي الشيابين وكلنا المصاخين يدخلون في شبك الحانه. سبحان الله مصاخين ونفهم بعض، نضحك وامورنا كلها زينه. اللي فيه جني واللي فيه جنيه واللي فيه عين واللي سحر. حتى ناظرت الشيباني يقول مسحور. يا معاين وجهه دافع البلاء، يقول والله الله لا يوفق هذه اللي سحرتني. وجهه يا ولد اسود. يقول عند البلد عند الحلال يقول يا بن قرمله. يا ذا قرمه يا رجال. معليش يا شيخ، العذر السماح لا سود وذي الاشياء تخلي الواحد الله يكفينا شر الدنيا. المهم كثروا من هذه الاشياء ترى هي تزين الخاطر وتزين فيتامين د. المهم واروح يا شيخ واروح عجبته عند الدراهم مطوع يضحك يا عمره طويل. المهم نروح طال عمره في البيت اللي يقرا علينا ويقرا اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. ارحب يا بن قرمل هنا لله يا اخي هذا قرمه موجود. جعل عمرك طويل، الله يجعل عمرك طويل وافي ويجمع. اسلم يا سعود. اني الاسد مره يا عمره اعترض لي في الخطه. المهم يا طال عمر واروح اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث ولا جاي ويقرا هو. المهم وجاء يوم يا طال عمر في واحد فيه جنيت له اسبوع وهو ما قاعد يضرب في ذا الباب، باب مسكر زي ذا ما يفتحه الشيخ. احنا ندخل مع الباب الثاني، الباب هذا مسكر وحنا ترى في بر وراء انخيلان وراء. وانا ادخل واذا دخلت وبدت طال عمر الرجل يتصافقون في بعض انا متوضي واستغفر واذل اني يجيني شيء ويدخل فيني. يعني من ذا انا دخل فيني وسواس انا اعالج عمري لا والله جايني بعد عله ثانيه ينشف فيني انا وياه. واقعد طبعا الشيباني يتعب عند آية السحر. أنا طبعا أمسك الرجال أساعده. أنا عند الحسد دورني ها ما نبي أتعداها العين حسد ما نبي أتعداها. أما ذاك فيه جنية عند الباب يرجف بعمره إذا دخل مع الباب فار صغير فار دخل مع الباب ويوم دخل ظني ضايع الدرب ولا نصف في المجلس إلا أنا. عاين رجل دخل مع الباب ذاك وعاين لو والله إن الفار ناصيني أنا في المجلس الحالي يمشي في الزاوية أنا في زاوية المجلس ولا الفار يسعى. أرحب يا بن قرملة أرحب كان هلال أسد خمس شوف العين ما قصرت بيضل وجهك. المهم أبا والله عينك يا بن قرملة نوم عيني يا بن عمي. المهم ولاد الفار اللي ناصيني من بين بدة العالم ناصيني أنا الحالي وعاين وبيعلم الريجي. قلت لا والله عيب ولاني عاين قلت هاجل انا سمعت وانا ورع يقول ان الجني ولا الجنيه تنقلب على شكل فار على شكل قبر على شكل واحد الذي من نسخه في راسه. والله عاينه والله ان الفار ناصينه طول عمره تقول كان كامري مقبله على نقطه تفتيش تقول كذا جلعت. قلت وانا ولد محمد قلت هاجل الجنيه ذي طالعت من ذا الرجال وتبي تدخل فيني ما لقيت الا انا وانا اعتزي ابن ما درج صدق ولا فيه دريشتن قدامي. ارحب ايش جاك يا شيخ؟ اترك الدنيا يا شيخ خليك يا رجال. ارحب يا عبد الله بن محمد ارحب. ما توقعت الدراهم تغير الخاطر. تغير الدراهم يا شيخ اسلم خير الدراهم الله يقول احنا ابو الفقر. الله يعلم انا في الغرفه الصغيره حقتها. المهم ولاد الفار اللي ناصرين مشيت هنا وانا اعتزي ابد ما درج وانا اقوم بقوى ما عندي بقى اتمسك في الدريشه. الجنيه الحين قلت هي والله يعني عندي في راسي انها جنيه ما هو بقدر فار صدقي. لا وعيت طال عمر الا مطوعين والله اني ما انساه منهم مسكوني من هنا مع حقوي وش اللي بيور ضخمي في الارض اطلعي مع دبره يقول اين عاد دبره الله يرحم والديك لان ابو دارك اقول له انا واجي عندي مطوع وحوص انا كذا معه قل ابوك الجنيه الفار وراك يقول كذا. فاللي جاني الشيباني ابكى الرجال داخل على الفار يحس به الجنيه يقول كذا.
وانطبع طول عمره هو اخوه يرجدوني رجد. ما صدقوا خبر لي فترة ما يعرفون علتي. شوي الرجال يرجدوني. قلت عن ابوك الفار وراك الفار وراك. من ويمسك الشيباني وهو يضحك قال يا رجال هو يحس بان الجنيه هنا هالفار. هم ياخذوني طول العمر قال ما يدري مطوع. راح الله يستر عليك انت والشيباني لا عاد اشوفكم عندي. خربنا القرايه يا ولد وخربنا على المسلمين وحالتنا حاله ما عندنا قلب ما عاد لي قلب. تدري وانا اطلع من عندها قال الله يكرمك حمير في الخط اقول شكلها تراقبني. لحقني انا وسواس يا شيخ. الله يرحمه. غفا الله يوفقك. الموت حق الله يرحمه قاعده في الجنه ابو مالكي. عشان ما احضره. والله ما ادري. وش اللي على راس فايز المالكي ينحى يحضر مع الرجال اللي قاعد نحضره وان شاء الله اكبر. انا معتقد انها يمكن عشان وقت الصلاه. اذن عندكم في الرياض الله يا شيخ. إيه. يلا على العموم تدخل شوف الاوهام والوساوس تدخل في هذا الموضوع بقوه جدا. ولكن ان شاء الله ما عندك الا لا. السلام عليكم. يا حمد شوي وجيك. سلام عليكم. طيب يا سود طيب. الله يعيننا. ما ابي يا شيخ ما بالجنيه حقتي لا هذا واحد هذا يبث معنا. انزل الله يعطيك العافيه. سم يا شيخ. اقول الاوهام والوساوس تدخل في هذا الجانب. في هذه كثير يا شيخ تحصل مع اكثر العالم يتوهم له. يعني بعضهم العمر يتوهم له دائما فيه كذا وان فيه كذا وان فيه وهو ما فيه شيء ترى. بس انت الوهام. شوف يا اخوك انا اكشفهم انا اذكر مره واحد جاي من عند احد المشايخ قال له عندك جنيه. ايه هذا الرجال جاني على ان عنده جنيه يعني هو مؤمن ان عنده جنيه. اسلم. لكن اول ما رشيته بالماء وقرأت عليه وطبعا احضرت الجنيه ولعن وسب وشتم كلام قبيح. لكن يوم رشيته بالماء اخذ الصراف والفلوس وخشه هذا جيبه الثاني. يا ولد الله اكبر يا هذه الجنيه اللي تحب الفلوس وتخشها في الجيب الثاني. هو انت عاد ما شاء الله تحب الدراهم. يلا شكرا ما قصرت. على كل حال انا كشفته واقنعته الحمد لله وتعالج نفسيا وشافها الله. يعني ترى اكثر الامور فيها اوهام كثير. زي يا شيخ في ناس يتوهم لهم واحد ينط عمر يقول عيه ما يطيب. يقول ما خلى احد. يقول في راسي حمامه. اسمعها في راسي تخيل. هم متوهم لهم في راسه داخل فيه حمامه. والله يا رجال ما اكذب عليك يقول ما خلى معالج. يقول ولا يقول هبل بهله يقول في راسي بلا يدور في راسي. يقول ما خلى احد. يقول يروح له عند واحد جاء له عند واحد قال يا رجال يقول يوم دخل عنده قال ويمسك طعمه قال انا في راسي حمامه تدور في راسي ما تخليني ارقد يا شيخ. يقول يمسك طعمه اذنه قال لا والله ان الحمامه هنا باذنك. انا شفتها الحين. قال اني قاعد علمتها لي وغير ما صدقوني. قال تجيني بكره تروح وتجيني بكره. قال ان شاء الله اظهرها. يقول له كذب. يقول وياخذ طول العمر ويجي بكره يسكر عيونه بشاشه برقعه على عيونه. يقول ياخذ طول العمر. مرحبا. اسف بالطاريه انتهت المادره. يا رجال جددها يا بركان. تنتهي بكره الظهر. ما خلصت السالفه حقته؟ لا بقى خلاص بقى تحييت يا ابو شوي. لا يلا مع السلامه مع السلامه. لا بقى حاجه بسيطه بس معليش. يلا حاجه لا تذكر. يلا. يقول انه يغطي عيونه برقعه. يقول الشيخ يجي مع حمامه. كان علم كاي. ارحب يا ابن مسرد. لا بعينك يا ابن مسرد. قطع عليه يا سامر وسامر. يا علي والله المهم طول العمر يقول ويا مغطى عيونه ويقول ويقرا عليه. ارحب ارحب يا ابن عود. علي الطلاق انك توك مستجد ما ادري كيف ما يصلح. قرمله كمل سالفه بعد جات. انا ما الومك يا شيخ ما الومك. ما ادري كان قطع عمرك تشوف مستقبلك ولكن خلني اعلمك بعلومي. طيب يقولوا يجي عند اذنه ارحب وقفوا الدم وقفوا خلاص. ارحب يسعد ام الحاله. لا ما يصلح تلعن الام يا شيخ.
الله يخليك لك ساعة تنصح. ارهب ما درج صدق اخهم نيله. لا والله اللي ما لك عقل. انا اقول والله نمو تقول معلماتني. انت ما انت مضبوط انت. لا بلغ عليك الشرطه. وما قصر بيض الله وجهك. يا رجال حرام كله ورود ورود يا ابو محمد ورود. اسلم. الشيخ اللي معهم عفاريت. والله ما قصر بيض الله وجهك. وينفذ. والله ما ويجي عند اذن ذاك وينفذ وهو يجيب حمامته. ارحب 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 ارحب. يا ابو الله كان انا اسلم يا ولد بسرعه بيأذن. ويجيب حمامته. ارهب يا محمد ارهب والله. الله يجعلك السله اللي يسل عقلك. الفارس. نادر انك ترضخ. الفارس. نادر انك ترضخ وانك مفخن. ومعاملتنا ما نبيها عندك نبيها الدور السادس. الله يعطيك العافيه. تقدر تنقلها ولا لا؟ المهم وينفذ فذنه. وعلى انها طلعت الحمام وهو جايب الحمامه معه. يقول وبعدها الرجال اللي يوسوس يقول فكه الوسواس طول عمره. وقال الشيخ فلاني هو اللي صدقني انا هو اللي طلع الحمامه من راسي والحمامه جايبها هو من برا. لانه كان يتوهم له. عالج الوهم بوهم. صدقت. وهذه تصير كثير معالجه الوهم بوهم. ترى متوقع كلها تخيلات تخرصات. هذه ترى تسمى في الطب الهلاوس البصريه والهلاوس السمعيه. ان الواحد يتخيل له مثل هذا ابو حمامه اللي تقول انت او ابو تخيل الفار وتخيل الحمامه وتخيل هذه كلها. لما الفار والله ما تخيلت ان الفار داخلين علي. هذه تسمى. طيب الفار انت شفته لحالك ولا الناس شافوه كله؟ لا شافوه العرب كله ابوه. خلاص شافوه العرب كله ما انتهى الموضوع. لكن لو انت اللي شفته هذه تسمى هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه. ما لها علاقه بالجن. شيخ كيف الواحد يفتك منها بالذكر؟ وش الاذكار اللي يذكرها عشان يفتك ذكر الله عز وجل. آية الكرسي في الحديث. آية الكرسي ورفع الإصبع بالتوحيد أعظم على الشيطان من النبل يعني من الرصاص. سبحانه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيش فاستعذ بالله. يا أخواني أنا عندي وقفة عند الاستعاذة. بعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. العكس المفروض أن يستشعر سمع الله وعظمة الله ثم يحتكر الشيطان. يعني يقول أعوذ بالله السميع ويتصور سمع الله وبصر الله وعلم الله في عظم الله. ثم إذا أتى عند الشيطان يستصغر الشيطان. لكن الحاصل العكس يمر على السميع العليم بسهولة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا قال الشيطان الرجيم اهتز. صدقت والله اللي صدقت. وهذا العكس. نعم صحيح. هذه الفائدة الحقيقة أنا استفدت من أحد العلماء قديما الحقيقة ما أنساها. وفعلا طيب. هذا يجعلها في حياته كلها. طيب يا شيخ. ارهب الله ينشف في سلحك انت وياه يا رجال. خلنا نعلم الشيخ بعلمي يا رجال. ايش علمك؟ جعل الثلال يثل عقلك. ارحب وانت صرفتك الذهبيه وذا صرفته شبعان من. خلنا نعلم الرجال. طيب لا تدعو لهم يا سعود. تدعو عليهم في ثلث الليل الاخير والدعوه مستجابه. ما بجايهم شيء ما عليك. انا عارف انا هم والله هم اللي يجينا عن حنا البديع واللي طاح له بشيء عمر وقع فيه. هلا الله. طيب يا شيخ ارحب من كربلاء. ارحب مرحبا. هذا الطلاق ما عاد كم يا المخلص. والله انا تعلت. ارحب يا شواق. هاي نبيها من حكم. نبيها من حكم. شلون تبيها من حكم؟ ابى حكم على لا خلها من حكم. ما العب يا سعود والله ما العب يا شيخ. قل لا يلا حق لا اله الا جمعناها دين واجمعها دنيا يا مال الشحم. اسمعني قل لا يلا. يمكن بكره تعمر منه الامور كلها زينه. والله يا اخوك ما العب جوات. هذا منهجي وطريقتي. خلاص انا داري منهجك الله يجعل عمرك طويل ولكن على خفيف. منها سواليف ومنها نكسب دراهم زين تنياط. الله يطول عمرك ويجمع. اقبل وبعلمك بعد بنصيحتي بعد عندي. انت معي؟ الشيخ هم النصيحه والخط متقدم والله نهزين يا ابو محمد. الشيخ ما يلعب الشيخ. اي والله ما العب جولات يا سعود. هذا منهج مره ما اغير. منهج وشو منهجه؟ منهجي طريقتي ما العب جولات. ما صل على النبي. انت من رؤوس الاحباب. انت معي والزبنون. لأن الطلاب
الطلاب يدعموني، ثم بعدين اذا جاء الاختبار احسبها علي. يا رجال انكم انتم مقصروا، ما الشريين ما لا تنشب فيهم. انت معي؟ والحمد لله الدنيا سهود ومهود. انت مدرس يا ابو حمد؟ ايه نعم. وش تدرس؟ تربيه اسلاميه. الله يجزاك خير ويرحم والديك. انا بشوف ذا اللي مجمع كتبه بشوف وش يدرس ولا وش عنده في الحياه. انت وش عندك يا ابو سعد؟ عندي فيش. ارحب. ايه عذر اللي ضعنا يا السله. وش عندك يا ابو سعد؟ اسلم. وش عندك يا ابو سعد؟ ما عندي الا سلامتك طال عمرك، والله العظيم انه بث جميل اقسم بالله. انا مستانس والناس استفادوا وذكر وعلم طيب وانبسطنا والله. بعدين ابو محمد انياك مسهرين ذا الشيبان يا ابو محمد. ما هم شيبان الا شيبان، كل واحد عمره 50 تلقى ابو حمد العمر انا اعرف نوع ابو حمد ياخذ 4 نسوان وما شاء الله تبارك الله. لا كلام العاقل يطيح نصفه. انت صادق. اما بركان لا والله بركان مقطبت ندنه تمثيل من اما انا والله باقي ما بعد عرفت. اذن عندكم في الرياض؟ باقي يا شيخ. يا اخي في واحد هنا مشغلني احسك منافق واذا ظلمتك سامحني. هذا حبيب بن قرمله ابو ركان لبيه واحد مرسل لي اليوم يا اخي احسك منافق واذا ظلمتك سامحني. هذا كيف اتعامل مع ذا؟ تعامل معه طول عمر هذا سفيه الله ودايم والناس والله يعلم بالنيات. اما انك طول عمر الدين. ايوه ابو محمد قالك ثمرات الاستغفار. الدين اسر ما هو بعسر. الله اكبر. قال والدك في الجنه. انا خايف ابي يمشيني بركان ودائم اكثر العالم الحين مثلا تكفى ابو محمد تكمل. يحس من الشيخ يحس من بعض الاحيان المطاوع انهم معصبين لا بالعكس شوف ما شاء الله يضحكون بالعكس جميلين يضحك ويسولف لا انهم يعني ابو البيت يقول المطوع ما يضحك، المطوع ما يسولف، المطوع ما يروح، المطوع ليش تسوي كذا؟ ولا يعتك بالناس الا بالعكس. عرفت؟ بس ان فيكم عيب واحد انكم ما تدخلون جولات. لو انكم كملتوا هذه الجولات كان والله اموركم انت الرقم الاول يعني عمرك طيب انتم منهجك. طيب انا اقول لكم عن ثمرات الاستغفار واعدها عليكم على عجال وانتم تعرفون، لكن اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، لكن نجي الحاضرين يستفيدون. اول شيء ثمرة الاستغفار في الايه الاولى قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طبعا كان فعل ماضي الا في حق الرب سبحانه فهي تدل على التحقق وعلى الفعل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا المطر ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني من كان اعزب اعظم سبب للزواج اللي هو الاستغفار، ومن كان عقيم اعظم سبب للرزق بالولد الاستغفار، وكذلك سبب في نزول المطر والثمرات والانهار. الايه الثانيه قول الله عز وجل على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرار المطر انتهينا منها ويزدكم قوه الى قوتكم. علماء اللغه يقولون قوه نكره تدل على العموم. ترى ما المقصود بقوه الجسميه؟ جميع انواع القوه، القوه الجسميه، القوه الفكريه، القوه العقليه، القوه النفسيه، الشخصيه، الجنسيه، جميع انواع القوه. ويزدكم قوه الى قوتكم مطلقا. طيب يا شيخ فالاستغفار سبب في القوه. اخيرا في سوره ابراهيم قال الله عز وجل وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا يعني الحياه الطيبه والسعاده. فاكثروا الاستغفار وسلامتكم. شيخ بس سؤال صغير ليش سؤال ابن الحناشين هذا ما يدوم في حلقه كل شوي يجعلها السله. هذا يزود دام الجلسه حافتها الملائكه والموجودين ما شاء الله كثير جدا. اخونا وحبيبنا ابراهيم تحت رحمه الله سبحانه وتعالى ومصاب بالسرطان فاسالكم بالله ما تنسونا من دعواتكم. الله يا ربي الله يا ربي دعوه مستجابه تدعونا الله يا رب بالعاجل.
امين اللهم امين. الله اكبر. والعسيري يا ابو راكان؟ لا ما في الا العافيه بس وصحه وخير والله. لا والله قرأت تقري اوكي. ابو ركان ابو محمد معليش بنشد قبل ما تبدا الصلاه. اسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام انا قلت مره انه اذا نزل المطر ينطل اللي على راسه ولا لا؟ نعم. صح ولا لا؟ وش وفي ناس يقولون ترى زين انك طول عمرك تمشي بالمطر ما على راسك شيء، انه عافيه. هذا تبرك، هذا ثبت حديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الأرس في المطر. المطر الله عز وجل ذكره في القرآن قال وأنزلنا من السماء ماء إيش؟ أكمل مبارك. مبارك. فالمطر بنص القرآن مبارك. يا شيخ اتمنى شيء مبارك، يكون شفاء، يكون علاج، يكون عافية، يكون فيه بركة، لأنه شيء مبارك فيه بركة. سبحان الله. وهذه من الأمور اللي يجوز التبرك بها مباشرة، مثل المطر، يعني ما زمزم، مثل أمور كثيرة. جزاكم الله خير، بيض الله وجيهكم. الله أكبر الله أكبر ردا. والله يسعدكم، والله يبيض وجيهكم ما قصرتوا، والله يرزقكم ويرزقكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تكفى يا شيخ قبل ما تطلع، تكفى ادع دعوة وإحنا بنقول معك آمين. إن الله وأنا والكومنتات والعالم إحنا بنقول معك آمين، وادع لنا دي الدعوة مع الفجر. تكفى اجعل بك الجنة للمريض. الكريم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وعده العلماء من أذكار الصباح ومن أذكار بعد الصلاة. وأنا سمعت سيرة الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان يقرأ أذكار الصباح بعد الآذان، يعني حتى يبدأ فيها قبل إذا كان عنده وقت بين الآذان والإقامة يبدأ بين الآذان والإقامة في قراءة الأذكار. ذكر الشيخ علي الشبل، سمعت ذكر هذا. فالقضية هذا الذكر نردده، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فبعض العلم ما ينفع، يضر صاحبه. صح. والرزق كذلك الرزق الطيب والعمل المتقبل. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين. واغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا. صلى الله وسلم على رسول الله. الله يجزاك الجنة. أقول جعل الله والديك الجنة. الله يجزاكم خير، وأنا تابعتكم وإن شاء الله أن لنا لقاء إن شاء الله يا أبو حمد. شكرا. الله يجزاك خير. الله يحفظك يا سعود وبراكان والشيخ ياسر. شكرا. دعنا فرحان. مع السلامة. ارحب. أنت انقلع 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 انقلع. لا أشوفك لا أشوفك أنت ناس من يوم الحبر. انقلع انقلع. أدق عليه جوال ما يرد علي، تدري يرضيك أبو ركان؟ والله اني ادق عليه ترى اسمع مسوي بزنس يعني. يا مسلم عندي اجتماع في فندق وقلق، ما أقدر أفضى، ما أقدر أفضى. والله تعرف اسأل أبو راكان. أبو راكان أنا أحك صنقري ما أقدر أحك صنقري، أشغال. أنت العقود أنت فاضي، أنت ما عندك شغل. شغل اسأل أبو راكان، ما مديني يكلمني أبو راكان. أنا في القروان أطلع يلقاني على طريق القصيم، يكلم في القصيم يلقاني على ذا. ايه ده فايز وسعود؟ واه ما تخافش احنا اخوانك، ما تخافش احنا اخوانك، ما تخافش يا حبيبي. والله انا فايز لعبت معاه. وانا ولي امرك. يوم تخش معه مستحيل. ابو محمد والله احسن يوم في حياتي النهارده. ابو محمد لبيه. تعال وياك على ابو ركان. تعال. ادرك الدور الدراهم اذن يا شيخ. والله النهارده احلى يوم في حياتي. تعال انت خليك معي. انت من وين يا حبيبي؟ ديوب. يلا يا شباب اخر 5 دقائق عشان خلاص نصلي. انا ديوب. من الرياض. انا في ديوب في مصر. كيف حالك حبيبي؟ عندك فايز المالكي اللي تبغاه قل الفايز المالكي، وانت وصلت له الحين. يلا خذ راحتك. لا ضياء ازيك هذا من قلبه. ابغى اصيح. وش تتمنى؟ احنا راح عندك فايز امسك هذا هو. يا رجال ابو ركان. لا بجد انا فايز عندي. ما تخافش سم ايش تبغى يا حبيبي؟
ابو محمد عطى رقم فايز ما المال. ابغى شيء، خلاص دخلت معك فخلاص مش عايز حاجه تاني. تحتاج شيء، عندك شيء، ابشر بالسعد. عندك ابو راكان يجعل عمرك طويل، ما هو أبو بيقصر. يقصر ما يقصر. بعدين ابو محمد عطى رقم فايز المال خلاص يا عطى. جماعه يا جماعه ضياء يبي يلعب معك. من هو؟ ضياء صديقي انا. هذا صديقك؟ ايه ضياء. انت في مصر ولا وين؟ في مصر. ونعم والله. نروح مصر يا ابو محمد. بجد يعني انا مش مصدق. كفو شكرا على جيت الصدق. مكة، جيت مكة ولا ما قد جيت مكة؟ نفسي اجيها بس مش عارف. اوه، حين سوف اسكت قليلا. انا سوف اسكت لك. تعال. لبى عينك والله اني ضفتك. شوف اسمعني، انا ضفتك. انا؟ ايوه. شكرا لله. والله ابو محمد طلعت متواضع يا ابو محمد. ما على راسي ريشه. يا حبيبي تعرفني انا ولا ما تعرفني؟ اعرفك والله. يا تبغى حلوك يا. الخاص. لا والله لا تاخذ رقمه والله العظيم. سناباتها كلها في المستشفى. ما غير يصور الحمد لله اليوم ويشرب دانكن. ابو محمد اول مره اشوف مطوع يشرب دانكن. انت ما تفتحي على وجهك. ما اشرب دانكن ما اشرب دانكن. ليش تكذب ليش تكذب؟ سعود مهيتو والحركات دي انت ما تفتحي على وجهك، وهذا انت رجال محسوب علينا. اسبريسو يا اخي. وتشرب ذاك. ما تخافش. الله اكبر الله اكبر بركات. الله اكبر. ابغى اقول لك فيه حي. انا ايش ابغى بك انا يا ابو ركان. والله ارحب يا عبد الله بن محمد، وارحب يا ذيبان، جعل عمرك طويل. يا عادل والله كفو. عادل حبيبي. سعود الله يقلع يا راعد الجبهه. ارحب يا بن قلمله. الله يا رحمن يا عزنا يا المطلوب، تب لنا ان شاء الله، تب لي باذن الله. ارحب يا راشد الماسردي. ما تخافش يا عم. وارحب يا عادل يا عمرك طويل. سعود والله لبيه. بحبك قوي. والله انا احبك كثير. الله يا ربي يوفقك يا بعد عيني يا بعد قلبي. والله ارحب. الله ياخذ يا رجال ما عليك يا رجال. شكراً. ارحب 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 ارحب. حي الحكم على ابو راكان وعلى ياسر. الحكم ما يجوز ما يجوز يا سعود. يا رجال حرام. ايوه جاوبه. ليش تقول ايوه؟ بيقول لي على الحكم حرام. يا رجال كذوب ذا ما عليك منها، انت مصدقه. كذوب لا عليك منه. ولا حطت محامي يلعب فيه لعب في المحاكم، اعلمك بالادب. يلا شباب خلاص ما بقي دقيقه. يعني توك تعرف الحين، توك تبي تصلي الحين ها؟ انا والله اعلمك. يا لبيه. ممكن اطلب طلب؟ اسلم. يلا. ينفع اسمه ده. انا عندي 1500 لايف، ينفع نوصلها؟ يا رجال دي سهله الحمد لله. ابو ركان ما طلع موضوعك هاي. هي يا رجال ضيفوه يستاهل الحمد لله. يا رجل ابو ركان مره بغى يبلغ علي يا رجل. قربن قرمله خليه يشرب قرمله. لا انا ابو كرمله. انا كم من قرمله. فايز ابو ركان. انا توب عيال 68. التب يروح علي يا رجل يجي. الله يوفقك. انا توب 68. وشوف مبروك التوب. كفو. ارحب. انا بس كفو. انا بعيونكم. شكرا بس. سعود يقول انا جبت 68. ارحب يا حامد باشا. يلا يا ابو شو اسمه ابو ركان ابو محمد. والله الان وقت صلاه. معك ولاعه يا ابو سعد. وقت صلاه ابو ركان. اوكي ابو محمد لبيه. انت بعد الفجر. احنا مو قاعدين انا وابو ركان ذا، لان ابو ركان مسوي عمليه ولا هو رايح محل عشان الاطياب، باجي اسمع مرافق معه انا.
شباب تابعوني يا شباب، اوصل 14,000. بركان سعدت يلا بك. يلا يلا يلا، ضياء ترى تبدا 64. يلا بسرعه. يا رجال خليني اخذ التب الحين اجي لك السله انتو. ابو محمد اقول بقفل، اقول بروح اصلي، ايش بك انت؟ صلوا وخلي حسابك معنا. اسمع ابو محمد، نتقابل ان شاء الله بعد الفجر، والله اني الحين خلاص صراحه. ارحب. ليسك بقى 3 دقائق. بركان ابو محمد. ان شاء الله تاخذ التوب 1. ارحب. اشوفكم على خير. ما انبسطت الا انت حاطني مع ابو ركان، هو الكرسي الاصفر ذا، هو الكرسي الاصفر هذا. اعمل لي متابعة. خذ راحتك انبسط، حلالك جاك رزق، يلا استنى عليكم. خلاص روح يا شيخ، روح. والله مش مصدق نفسي. يلا يا حبيبي مدرسه يلا. وش اخبارك يا باشا؟ انت مبسوط معانا؟ اكيد والله. انا كان قلت فايز قبل كده قال لي يوم ما تدخل مع صوت، قلت له مستحيل. انا مش مصدق دلوقتي. لا صدق ما علينا راسنا ريش انا وابو مالكي. والله صدق انا وانبسط. بتفرج على اللايف بتاعك على طول. الله يخليك. ضفناك الحين ها؟ ايه ضفناك ورانا تب ورانا شغل. خلاص ماشي. حبيبي. تلعبوا معايا تاني ولا لا؟ بكره ان شاء الله انا وبركان راح نجتمع ونلعب شاء الله. معاك. يلا باي مع السلامه. اوكي باي. باي. شكرا للدعم، شكرا ليك. الله باي. يخليك شكرا فايز. باي. يا حبيبي. باي. جابك الله. ايش علومك؟ انا بخير. يا ولد الزرهنك دخلتنا في عوامات ما شاء الله عليك ابو ركان. من يوم سويت عمليه وانا اشوفك ما عاد تعدل الشيوخ المطاوع وراك بلا. قسم بالله صدري كله مخيط تخيط، والله العظيم اللي تعبت من الضحك والله. بسم الله عليك. الله يجعلها ان شاء الله في عدوينك. الله يجعلها ان شاء الله في عدوينك. آمين. عليك وتكفى يا ابو ركان بالحلبه. والله ما عندنا الا انت. جعل عمرك طويل. الله يخليك. عليك بالحلبه والبيض وذي اللي تكفى. لا يفوتك تكفى. يا زود الله والله يا ابو ركان كنت تستاهل. اقسم بالله اني كم دخلت العمليات وانا مغرب اني اجاغر. ذاك اليوم ما فتحت بث اجاغر ابكاء. تابعك وانت معذب طال عمرك قاعد ودجاج مويه انا التب راح اخو محمد. وش فيك خير؟ اني والله داري. وش فيك؟ اي لابتن حدرتها من تامه. بيت اللبن هادي بعد ذخر الايام. حين شوي وخيمتنا قرامه. مرسول زفر ما ادري ايش يقول. حين شوي وخيمتنا قرامه. الحبيب بن قرمله. حي والله حيونكم. وش من كرمله ذا؟ والله لو روح السلطان بخير رحمه الله عليه. اخو محمد. احنا وين الان؟ تب كم؟ احنا الحين بالتب الاول باقي 39 ثانيه. بالله عليك. اي والله. الحب يا سعود. ايديكم لما غدت الليالي عوج. لا اله الا الله. ترى اخو محمد خذت التب. اخو محمد صدق. اخر ثواني عيال بقى 20 هاي يا الربع. تكبيس. شدوا انتبهوا. بقى 9 ثواني. بقى 8 ثواني. يا رجل شدوا ارحب. شدوا حي ارحب يا الوسمي. وارحب يا ابو محمد. وارحب يا سعود. وارحب يا نادي الشباب وعطى الله القحطاني. شكرا. ارحب يا الوسمي. وارحب يا بن قرمله. حب كبير. بيض الله وجيهكم. الله يبارك فيكم. بارك لي يا ابو ذا اخذت التب 1. مبروك. الله يبارك فيك. طيب وش يصير الحين طيب؟ خلاص النسبة ما ياخذون واجد. لا والله العظيم. يعني يصير لو اخذت التب النسبة تصير يعني ما ياخذون مثلا ما ياخذون شيء واجد. الحمد لله. لبى والله عيونكم كلكم آلاف يوتيوب. عيال تكفون. شفتوا فايز المالكي ضيفوه. ابيه يدخل المليون. تكفون يا الربع. هذه غطرتي عندكم. كل تبنا تنطم. تكفون ضيفوه. الله يجعل والديكم بالجنة. والله ما عاد بقى له 50,000. شوفوا يا ريجي والله ما عاد بقى له 50,000. الرجل هذا والله انه كفو عندي. علومه كلها غانمة عندي. يا الربع تكفون ضيفوه. ابي بس رقمه مليون. بس هذا اللي ابغاه. بس مليون وعقبه
وشوي من نتشته معي. اعجبك انا. هذه ما يخليها. حلو. هو يمشي يده هنا وراح على باله. يلا بروح اصلي. يلا بروح اصلي. ها المهم عرفت الجو حقهم. باقي ما عملتوا شيء. حركات عماني كذا تدرون. لا جيت اسولف قال يلا بأمان الله اكرمكم الله. هذه اللي تدبل كبدي وتدبل كبود كثير من الناس. يا رجاء اذا شفتوني بديت اتحمس السالفه يا ليت ما تقوم وتخليني. والله بعضهم اخص هذه يسوونها معك عمانك ولا خوالك. صح انت تقول السالفه المهم والله هو الروح يا مجينا من عند طريق ذا قال يلا اكرمكم الله.